سنة الحياة، كلنا بنتعب وبنشقى وبنحاول نجمع فلوس عشان نتجوز بيها. وبعد ما بنتجوز بنبقى عايشين عشان بيتنا وأسرتنا وولادنا. فبعد ما ربنا يدينا ويفتح علينا ويبقى عندنا أولادنا يحصل معاهم كده. طيب لما الأب يفضل يضرب في بنته أو ابنه، أو الأم تفضل تضرب في ابنها أو بنتها ويسبب لهم عاهة مستديمة، ويفضل يحرقها ويفضل يعمل حاجات غريبة، في الآخر ياخدها يروح بيها المستشفى ويقول إن هي اتوقعت من البلكونة. دي حاجة حصلت. المرة دي مش هقول حصلت فين، لأن الموضوع بقى يعني بجد بجد يعني اوفر. مش أول مرة أشوف واقعة زي دي، إن يبقى في أب بيضرب ابنه أو بيضرب بنته، أو الأم نفس القصة. وفي الآخر نسأل نفسينا هما بيكبروا ليه بيبعدوا عننا وليه ما بيحبوناش؟ ما هو ما شافش الحنان منك، ما شافش منك الحنية، ما شافش منك الحب. انت مش مخلفه او مخلفها عشان تهينه، مش عشان تضربه وعشان تفضل تضرب فيه وتفضل تقول له اعمل وسوي وخلي. مش معنى ان انت بابا فانا لازم اسمع كلامك ولا الضالين امين. لما الابن والبنت يبتدوا يكبروا المفروض انت تتفهم دوت ولازم تصاحبهم. مش دايما الحل هو الضرب. ممكن تعاقبه بحاجة هو بيحبها فما تجيبهالوش، عايز ينزل يخرج لا مش هتخرج، ممكن يبقى عقاب لذيذ، ما تتكلمش معاه تخاصمه. لكن مش كل حاجة ضرب، مش كل حاجة تعذيب، مش كل حاجة قهر. يا جماعة بلاش تعاملوا ولادكم بشدة زيادة عن اللزوم، لأن الشدة دي بتولد حاجات وحشة فيما بعد.